السلام عليكم ورحمة الله. معكم نور من مطبخ نور القاضي. النهاردة هعمل معاكم محشي كوسة، ورق عنب، كرنب، فلفل. تعالوا بقى نخش على الطريقة. دلوقتي غسلت رز مصري كمية، ده كان 1.5 كيلو او 2 كيلو الا ربع، لان انا عاملة كمية كبيرة. حطيت عليهم بصلتين مبشورين كده، بصلتين صغيرين مبشورين. جبت حلة سخنت فيها شوية من الزيت، نزلت عليها ب3 بصلات كبار، لان زي ما قلت لكم انا عاملة كمية كبيرة. هنشوح بقى البصل ده. هنزل بقى عليها بكمية كبيرة من الكمون، يعني 2 كبار كمون او 3 معالق كبار كمون. المحشي زودي كمون فيه، الكمون بيديله نكهة تحفة. حطيت برضو معلقة كبيرة من الكزبرة، كزبرة ناشفة. حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. حطيت توابل من عند العطار، قوليله عايزة توابل محشي. حطيت منها معلقة كبيرة. وطبعا هتتبليها بقى بالملح. الملح ده انا مش بقولك هو انتي بتحطي قد ايه، لان كل واحده بتختلف عن التانية في كميه الملح اللي بتستخدمها في اكلها. دي طماطم حمرا، ضربتها في الخلاط. طماطم المحشي ما بتتسبكش. ودي طماطم ببصل، ضربتها برضو في الخلاط. بس تركايه بقى، البصل اللي انا ضربته مع كمية من الطماطم، يعني مثلا انتي هتجيبي مثلا 2 كيلو طماطم، خدي منهم 1/4 كيلو اضربيهم مع البصل في الخلاط. طب البصل ده معمول ازاي؟ البصل ده متشوح بمعلقة من السمنة، سواء سمنة بلدي سواء زبدة سواء اي حاجة. البصل ده متشوح كده على النار، وبعد كده بتاخديه بعد ما يدبل تقومي واخداه حطاه مع الطماطم وضرباه في الخلاط، وانزلي بيهم على ايه، على الخلطة دي. دي تركاية بتدي طعم تحفة. طب التركاية التانية ان انا باخد مع كبشتين كده من الصلصة دي قبل ما تتسبك، يعني في نص السوا كده باخد منها كبشتين وبحطهم في طبق في الجنب، وهقول لكم دلوقتي هتعملوا بيهم ايه. خليكم معايا. هنسيب بقى الطماطم دي على الجنب بقى تتسبك. نرجع بقى للرز المصري اللي حطيت عليهم بصلتين مبشورين، هنيجي للخضرة بتاعة القلقاس
طبعا شبت وبقدونس وكزبرة، غسلناهم كويس وقطعناهم، سواء فرمتيهم في الكبة او قطعتيهم بالسكينة. انا كنت مديلهم ضربة كده بسيطة في الكبة. وكتري الخضرة في المحشي بتديلها طعم ونكهة حلوة. اقلب بقى، انا بقلب بالراحة لان هي كمية كبيرة، لان انا عاملة 3 حلل محشي. بس الكرنب هو اكتر حاجة كبيرة، يعني الحجم العائلي هو كان الكرنب. ده ورق عنب، مش اللي هو المعلب. انا وريتكم اهو، كان اخضر كده وسلقناه في ميه ونطره من الخل ونطره من الملح. عندك عصره ليمونه كمان، اعصري ليمونه في الميه بتديله مزازه حلوه. ودي العيدان اللي هي طالعه من الورق العنب، بسيبها واحطها في الارضيه. طبعا بتغسليها كويس وتنضفيها. نيجي بقى للكوسه، نضفتها من جوه وقشرتها كده بزجزاج من بره. الفلفل برضو نضفته. انا بحب الفلفل ولا الكبير ولا الصغير، بحب الوسط. الطماطم اتسبكت اهي. هننزل بيها بقى على الرز. فاكرين بقى شوية الطماطم اللي احنا كنا حاطينهم على جنب، هنحطهم برضو على الرز وهتقلبي بقى كويس. طبعا الكوسة هتحشيها من جوه وتنضفها كده من بره، متخليش في رز بره عشان ما تعجنش. والفلفل نفس الكلام. الورق عنب انا كنت منزله طريقه لفه في على القناه برضو، هتلاقوا اكتبوا طريقه ورق العنب على القناه عندي، هيظهر لكم فيديو كامل بطريقه ورق العنب. اللي مصورني بقى في الفيديو ده، عشان لازم اقول، عشان انا كنت مبسوطه جدا ان هو عارف اصلا يصورني. ابن اختي وعنده 3 سنين، هو اللي مصورني وانا بلف ورق الكروب. فالحمد لله ان هو عارف اصلا يصورني. دي طريقتي في لف الكروب. بصوا الصبع قد ايه، صغير ازاي. خلصنا الحله، والطماطم اللي اتبقت صفيتها من الرز وحطيتها على الوش. وادي الحله بتاعت الخضار، ودي حله هي بتاعت ورق عنب من قريب. وعشان انا مقربه الصوره فباين الصبع كبير بس هو صغير. ودي حله بقى الورق العنب. حطيتهم بقى على النار، هنعلي النار في الاول
وطبعا سقيتهم من شوربة اللحمة، ودي شكلهم بعد ما طلعوا. يتاكل سخن بقى وينزل كده يدفي. بجد المحشي دي من اكتر الاكلات اللي انا بحبها. هي اي نعم بتخن بس بحبها برضو. جربوا طريقتي فيها هتحبوها قوي وهتعجبكم. والتريكتين اللي انا عملتهم في الخلطة دي اعملوها مش هتندموا بجد، هيديكوا طعم يعني جديد وطعم مميز قوي. انا معروفة بالمحشي بتاعي، اي حد جربه عمره ما نساه. جربوه مش هتندموا. سلام.